البوكسنج دايز وما ادراك ما البوكسنج دايز، يا معلت ناس ووطت ناس وعملت شقلبه. تعال احكي لكم ايه اللي حصل في الجولتين اللي فاتوا وانتهاء نص الموسم والشقلبه اللي حصلت في الترتيب. بس ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا اول ما تنزل. واظن كفايه انا رغي لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعه. مشجعين الكرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل. وقبل ما ندخل في البريمير ليج تعالوا نشوف الأخبار اللي طالعة من الليجا اللي أنا قلت لكم عليها من 3 أسابيع إن برشلونة مش هيعرف يسجل داني أولمو، وقد كان. حاليا إدارة الليجا شالت داني أولمو وباو فيكتور من قائمة برشلونة، والأخبار بقى متضاربة في إنه يحق له إنه يلعب فري لأي نادي ولا لأ. بس عموما هو واضح إنه مصمم على اللعب في برشلونة لأنه انتظم في التدريبات بشكل عادي جدا، وفي محاولات من مستميتة من لابورتا إن هو يسجله في الأيام اللي جاية قبل ما الوقت بتاع التسجيل يخلص، وهنشوف هيلحق يسجله ولا لا بعد ما نام السنه كلها وافتكر في اخر يومين يحل المشكله. ونروح بقى للبريمير ليج وجوله البوكسنج، وهي فعلا بوكسنج على الاخر. ونبدا من عند الاقرع الحزين اللي ابتدت تفك معاه شويه اهو. فبعد التعادل 1-1 مع ايفرتون اخيرا كسب ماتش وكسب ليستر 2-0. واحلى حاجه حصلت في ماتش ليستر هي طريقه تعامل جوارديولا مع نيستر روي ومع لعيبه ليستر بعد انتهاء المباراه. فبص واقف بيتكلم مع نيستر روي من قبل ما الحكم يصفر، واقف بيتكلم بطريقه ودوده جدا، وواضح ان في ما بينهم علاقه صداقه كبيره. ويعني مش اي مدرب يقدر يعمل الكلام ده، لازم يبقى مدرب كبير وعنده ثقه كبيره في نفسه، خصوصا انه بعد الماتش نزل للعيبه الملعب وبص واقف بيشرح للعيبه ازاي ويعملوا ايه وبتاع. فمش اي مدير فني يعرف يعمل الحركه دي، لازم يبقى مدير فني كبير وعنده ثقه في نفسه وعارف ان هو مش اي حاجه هتهزه. بس لسه سيتي بيعاني من مشكلتين اساسيتين. اول حاجه مشكله في خط الدفاع، سواء من تمركز او ارتداد او تغطيه، وفي عشوائيه في خط الدفاع خصوصا مع عدم وجود لعيب خط نص دفاعي. اتنين هي تضييع الفرص وعدم استغلالها في تسجيل اهداف. فجوارديولا طول عمره بيخش فيه جوان عادي، ممكن سجل فيه جون واتنين، بس طول عمره بيحط هو 4 و5. الجديد دلوقتي ان هو مش عارف يستغل الفرص دي ويسجل اهداف، وده اللي عامل له الازمه الحقيقيه. وهنشوف جوارديولا هيعمل ايه عشان ينقذ فرقته ويلحق الموسم قبل ما يضيع. نروح لاول بوكس في البوكسنج دايز ونروح للديربي اللندني وهزيمه تشيلسي من فولهام 2-1 في مفاجاه كبيره جدا، وبعدها هزيمه 2-0 من إبسويتش في مفاجاه صادمه لجماهير البلوز. بس الماتشين ما كانوش شبه بعض خالص. فكعادة دربيات لندن ماتش فولهام كان ماتش سريع وقوي جدا، وهجمه هنا وهجمه هنا. كفايه ان اقول لك ان استحواذ فولهام هو اللي كان اكتر من تشيلسي. صحيح الفرق ما بينهم كان بسيط جدا، الا ان في كميه فرص ضاعت على الفريقين، والحارسين المرمى سواء لينو في فولهام او سانشيز في تشيلسي فعاملين مباراه رائعه جدا، وكل واحد فيهم شايل كام جول محقق كان ممكن النتيجه تبقى كبيره جدا للفريقين. وعموما احصائيات المباراه كانت متقاربه جدا، وكان ممكن اي فريق يحسم المكسب. اما مباراه إبسويتش فكانت سيطره تامه لتشيلسي، بس للاسف لبس ضربه جزاء في اول 10 دقائق من الماتش، ولبس جون في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، وكان مسيطر سيطره تامه على المباراه وضيع فرص كتير جدا، الا ان دفاع إبسويتش تماسك وقدر ان هو يحافظ على المكسب ويفوز على ارضه. نروح بقى لتاني بوكسات. لا بوكسات ايه، ده كان نوك اوت. لازال انهيار مانشستر يونايتد بالهزيمه 2-0 في مباراتين متتاليتين من الولفز ونيوكاسل، واموريم لسه مش لاقي التوليفه اللي تحقق له اسلوبه وطريقه لعبه مع الفريق. وواضح جدا ان الفريق محتاج لعيبه كتير في اكتر من مركز عشان يقدر ينفذ متطلبات اموريم. وطبعا كلنا سمعنا الاشاعات اللي طلعت عن راشفورد وان هو خلاص هيسيب الفريق وان اموريم مش عايزه، بس اموريم نفسه طلع نفى الاشاعات دي، وراشفورد كمان عمل بوست على الفيسبوك نفى فيها الاشاعات دي، وان هو مكمل مع الفريق وانه عايز يفضل مع الفريق لنهايه عقده 2028. وتعرف كمان ان راشفورد جاله عرضين كبار قوي من السعوديه ورفض الاثنين عشان يفضل مع اليونايتد. بس طبعا كلنا عارفين ان تصريحات الاعلام دي مش مقياس، وان ممكن نلاقي مفاجآت واي حاجه تحصل ونلاقيه بره اليونايتد. عموما لازم حل سريع للي وصل ليه مانشستر. انا الصراحه حزين جدا على اللي وصل له الفريق. يا جماعه فريق مانشستر فريق كبير وعريق، وياما شفنا فيه اسماء لعيبه: كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكام، سكولز، جيجز، روني، استام، فان نيستلروي، فاندر سار. يعني هتعد اسماء مش هتخلص، وطول عمره موجود في يعني مش هنقول في المتصدر بس على الاقل في التوب فور.
فلازم يرجع لمكانه، لان فعلا حاجه تحزن انك تشوف فريق كبير زي ده في الوضع ده وفي المركز ال 14. نروح بقى لتوتنهام اللي لسه مكمل في انهياره، وهزيمه من نوتنجهام فورست 1-0 وبعدها تعادل 2-2 مع الولفز، ومفيش اي تحسن في اداء توتنهام، والاخبار ابتدت تطلع ان في كلام عن اقاله بوستكوجلو. بس الحقيقه اللي لازم تتقال ان الاصابات اللي في خط الدفاع اثرت كتير على منظومه توتنهام في الدفاع وفي الهجوم، بس خصوصا في الدفاع. نروح بقى لليفربول اللي مش فارق معاه بوكسنج دايز ما بوكسنج دايز، ولسه محافظ على صدارته وفرق النقط. فبعد الفوز 3-1 على ليستر سيتي بيقدر يفوز بنتيجة كبيرة 5-0 على ويست هام. وطبعا كل الكلام عن عرض الريال لأرنولد اللي اترفض، وعن صلاح وتصريحاته اللي طلع قال فيها ان لسه بدري قوي على ان احنا نوصل لمرحلة توقيع العقد، وان انا مركز بس في الفوز بالبطولات وان احنا نكسب الدوري والشامبيونز. والصراحة عنده حق، السنة دي مفيش بطولات للمنتخبات، فعنده فرصه ان هو لو كسب الدوري والشامبيونز انه يفوز فعلا بالكره الذهبيه. وطبعا الاثنين ومعاهم فان دايك خلاص يحق لهم من دلوقتي ان هم يمضوا لاي نادي وينضموا له في نهايه السنه، وهنشوف اداره ليفربول هتقدر تحافظ على اللعيبه دي ولا لا، خصوصا وانا قلت قبل كده ان منظومه ليفربول 75% من قوتها في صلاح لوحده، فهنشوف هيقدروا يحافظوا عليهم ولا لا. واخيرا فريق ارسنال اللي قدر يفوز على ابسويتش 1-0 في اول ماتش، وبعديها فوز مهم على برينفورد 3-1. وطبعا اصابه ساكا مأثره جدا على الفريق اللي هيغيب شهرين ويمكن اكتر، وارتيتا لسه بيدور على بديل لساكا وان هو يحل مشكله غيابه في منظومه الفريق. بس عموما منظومه الارسنال رجعت تاني قويه، وفي وفره في الفرص وفي التسجيل، وهنشوف التدعيمات اللي هنعملها في يناير، خصوصا ان انت رجعت تاني مركز تاني ومستني ليفربول يسقط لك نقط ويديك شويه هدايا عشان ترجع تاني للمنافسه. وده ترتيب الجدول بعد نص الموسم. طبعا ليفربول على الصداره وفاضل له ماتش مؤجل بتاع ايفرتون، بيجي تحتيه ارسنال بفرق 6 نقاط دلوقتي بس قابلين للزياده. بعديه بيجي نوتنجهام فورست وتشيلسي ونيوكاسل ومان سيتي. وطبعا نص الموسم خلص زي ما قلنا، بس لسه الجوله الثانيه بتاعه العوده هترجع، وهنشوف الشقلبه اللي هتحصل في نهايه الموسم. واتمنى ان ارسنال يحسم اللقب السنه دي. عايز اخد دوري بقى يا جدعان، بعد 20 سنه ما خدتش ولا دوري واحد يوحد ربنا. وبكده ابقى خلصت كلامي، بس كلامنا سوا اكيد لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وشير الحلقه في كل مكان، لان ده فعلا بيساعدنا في انتشار المحتوى. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.